اشنو قال اسماعيل ملي مشى يشري طوموبيل وعلاش ما بانش حتى خبر عليه حتى دازت 6 سنين. قصتنا غدينا لواحد البلده في فرنسا سميتها مورونج عام 2006. في هذه القريه الصغيره كانت كتعيش اسره اسماعيل عبد القادر من اصول جزائريه، معروف عليهم انهم ناس مزيانين ما كيوصلوا حد، شادين انتقارهم. العائله مكونه من اب وام و6 ديال الوليدات، اكبرهم اسماعيل كانوا عزازين عليه خوتو بزاف، خاصه اللي صغر منه مباشره واللي كان سميتها مريم. اسماعيل كان عزيز عليه الخروج والسفر بحال كاع الشباب، ولكن كل شيء بحدود، حيت كان اهم حاجه عنده يبقى المثل الاعلى لخوتو خواتاتو. ما عمر كان عنده شي مشكل مع القانون. نهار السبت من شهر ماي من سنه 2006 قال اسماعيل لمو بلا غيمشي ستراسبورغ باش يشري طوموبيله مستعمله، وكان هاز معاه تقريبا 3000 اورو. فاش وصل اسماعيل قال الام ديالو بلا ما غاديش يرجع اليوم، بلا تلاقى مع شي ناس قرابين لستراسبورغ وعرضوا عليه الحفله ديال عيد ميلاد وغيبات عندهم. جا نهار الحد اسماعيل ما جاش ولا اتصل، وما كانش كيجاوب على الميساجات ولا على الاتصالات، خصوصا اختو مريم اللي كانت نهار كله والليل كله وهي كتصوني. نهار اثنين عاودات صونات، وهاد المره غادي يجاوب، ولكن ماشي اسماعيل اللي جاوبها ولكن شي حد اخر. قال ليها بلا اسماعيل ناعس وملي غادي يفيق غيهضر معاكم. مريم كانت كتعرف خوها مزيان، ما يمكنش يخلي شي واحد يجاوب بلاصتو. مريم امها تسناو ساعه وجوج وثلاثه السوايع والو، فعاودات صونات على تليفونه. هاد المره كانت العلبه الصوتيه، يعني التليفون طفى. عائله عبد القادر مشاو للجندارم، ولكن الجندارم غير فض يسجل المحضر لان السيد في عمر ديالو 26 عام، فراه كبير كفايه. هنا عائله عبد القادر غيمشيو للمقاطعه باش يسجلوا ولدهم في لائحه المختفين. الايام غدوز والعائله ديال اسماعيل قلبوا عليه ولكن ما لقاوش. مريم والام ديالها رجعوا مره اخرى عند الجندارم، وهاد المره غيلقاو واحد الجندارم اللي سافر لستراسبورغ على امل يلقى شي خيط يوصلوا اسماعيل، ولكن للاسف ما لقى والو. غدوز شهور على الاختفاء ديال اسماعيل. الام ديالو ما بقاتش كتنعس لا ليل لا نهار، وكان الامل ديالها تلقى ولدها. للاسف دازت سنين، عام وجوج، حتى لشهر 8 من سنه 2012، يعني من بعد 6 سنين ديال الاختفاء ديال اسماعيل. وحده من عماتو اتصلت بالام ديالو وقالت ليها بلا قرات في واحد الجريده انه البوليس لقاو واحد الجثه في واحد الجرده ديال شي فيلا، لقاوها نهار 12 في شهر 7 من سنه 2012، ولقاو معها سروال ديال الجين لونه ازرق، وانه الجثه عندها 6 سنين دابا. الام ومريم اتصلوا بالجندارم وهما كيتمنوا من الله انه ما يكونش ولدهم اسماعيل. مريم قالت للجندارم اللي هضرت معاه الاسم ديالها كامل، وبلا كتقلب على الاخ ديالها اللي اختفى هذه 6 سنين، والاسم ديالو اسماعيل عبد القادر، وبغات تعرف انه الجثه اللي تلقات وتكتب عليها في المقال واش هي الجثه ديال خوها. من بعد شويه الجندارم غيرجع يقول لها انه فعلا الجثه اللي لقاوها فيها واحد الكارت صحي بسميه اسماعيل عبد القادر. وللاسف ورغم ان الجثه تلقات نهار 12 شهر 7 ولقاو معها كارت صحي فيه الاسم الكامل ديال اسماعيل، ومع ذلك حتى واحد ما كلف راسو باش يتصل بعائلته ويعلمهم. وعلاش تكتب في المقال ديال الجريده انه شخص مجهول الهويه؟ يعني لولا الصدفه اللي خلات عمته تشوف المقال ربما ما كانوش غيعلموهم بالمره. الامل ديال العائله انهم يلقاو اسماعيل حي تبخر. دابا عندهم مهمه اخرى، وهي يعرفوا اشنو وقع لاسماعيل، شكون اللي قتلو وشكون اللي دفنو تماك. الام ديال اسماعيل غترفع دعوى قضائيه على الشخص اللي طلقت عنده الجثه ديال اسماعيل وكانت في الجرده ديالته. الجندارم قال ليها ما غاديش تقدر ترفعي دعوى حيت جاهم امر من قاضي التحقيق. وعلاش قاضي التحقيق غيمنعهم انهم يرفعوا دعوى؟ باش يجيبوا الحق ديال ولدهم. حاولوا يفهموا ولكن حتى حد ما شرح لهم. مريم والام ديالها غيسافروا لفيدر هاوس اللي طلقت فيه الجثه ديال اسماعيل. الجندارم قالوا لهم بلا لقاو الجثه ديال اسماعيل مدفونه في الفيلا ديال ضابط ديال الدرك متقاعد، والحفيد ديالو هو اللي طلق مع اسماعيل
وعرض عليه الحفلة عيد ميلاد واللي كانوا فيها بزاف ديال الناس، واكدوا انهم شافوا اسماعيل وكان فرحان ديك الليله. وملي سالات الحفله مشى ينعس. ملي فاقوا الصباح الحفيد ديال الضابط وجوج من صحابو شافوا اسماعيل ما كانش كيتنفس وخرج ليه واحد الكشكوشه من فمه، وقالوا بلا كان واضح انه خدا جرعه زائده من المخدرات، وتخلعوا وهزوه ودفنوه في الجرده. الجندارم كان كيعاود للام ديال اسماعيل ومريم وكان كيقول بلا شي حاجه عاديه بحال ما وقعت والو وبلا ما كانش جريمه. وهنا عرفت مريم ان هذا المركز هو اللي كان خدام فيه الجد ديال الشاب اللي دفن اسماعيل، واغلب الدراكيين في هذا المركز كانوا صحابو او التلاميذ ديالو. مريم والام ديالها قلبات على اشنو مكتوب في التقرير ديال الحفيد، فهنا اضطرات تمشي عند المحامي اللي قال لها ببساطه ما توقعيش شي حاجه في هذه القضيه، وانه الشباب كانوا صغار وما عارفينش شنو كيديروا، واعترفوا على التصرف ديالهم ونصحهم باش يرجعوا بحالهم. من هنا بدات مريم مرحله جديده في القضيه. اول حاجه لقات محامي اللي قبل يترافع على القضيه ورفع قضيه قتل عمد مع اخفاء الجثه، وحسب ما قرا في التقرير الطبي الشرعي للجثه ديال اسماعيل واكد فيها الطبيب ان عنق الضحيه مفقود منه واحد العظم صغير، وهذا معناه انه الضحيه تعرض للضرب اللي ادى للموت ديالو. المحامي مكن مريم من الاعترافات اللي جات على لسان حفيد الضابط اللي كان العمر ديالو في وقت الجريمه 19 عام والاسم ديالو جوليان، واللي قال انه تلاقى مع اسماعيل في محطه تران وفهم من كلامه انه بغى يشري مخدرات. قال بلا جا اسماعيل شاب نقي فعرض عليه الحفله ديال عيد ميلادو. دازت الحفله زوينه فيها كل شيء مخدرات وكحول، وبلا ملي فاقوا الصباح لقاو اسماعيل ميت وفيه الرغوه فمه. وقال بما انني كنت مدمن عرفت انها اوفر دوز من بعد ما حطيته تحت الناموسيه مده ديال 5 ايام. بعد التليفون ديالو وخديت سبادري اللي كان لابسها حيت كانت عجباني. النهار السادس ربطناه في حبل وجريناه في الدروج وكان راسو كيتخبط بحال شي كره، ودرناه في برويطه ودخلناه للكراج تحت واحد الباش لمده 6 ايام. الريحه كانت خايبه بزاف، داكشي علاش حفرنا ليه حفره في الجرده ورميناه فيها وكبينا عليه واحد المحلول قوي باش تنقص الريحه ودفناه. مريم والام ديالها تصدموا من بشاعه هاد الاعترافات. مريم كانت متاكده انه الجد ديال جوليان كان عارف هادشي اللي وقع، لانه كيفاش 5 ايام تحت الناموسيه و6 ايام تحت باش في الكراج وحفره جديده في الجرده وهو ما شاف والو ولا شم حتى حاجه. كان ممكن انه حتى واحد ما يعرف اشنو وقع لاسماعيل الى يومنا هذا. ولكن سبحان الله الجندارم شدوا واحد الشاب كيسرق في واحد المحل. هاد الشاب كيحاول يساوم على الحريه ديالته، وقال للجندارم خرجوني براءه ونقول لكم على واحد السيد اللي قال لي باللسان ديالو انه قتل واحد الشاب ودفنه في الجرده ديال الجد ديالو، وكان كيهضر وهو فرحان وعاجبو راسو. وبهاد الطريقه تعرفات الجثه ديال اسماعيل. نهار 15 مارس 2013 النيابه العامه غتصدر اخيرا واحد المذكره ديال القبض على جوليان والجده ديالته وصحابه بتهمه اخفاء جريمه ماشي بتهمه القتل كيف مطلب المحامي ديال مريم. بالنسبه لقضيه اخفاء جثه فهي ما عندهاش طابع جنائي، خاصه ان في الاعتراف ديال جوليان قال بلا اسماعيل مات بجرعه مخدرات عكس ما جا في التقرير الطبي الشرعي اللي اكد وجود عظمه مفقوده في عنق اسماعيل من شده الضرب. ضابط الجد ديال جوليان ما استدعوش بدعوى انه مريض ووضعه الصحي ما كيسمحش ليه بالاستجواب. جوليان غيدوز 2 ديال المرات في التحقيق، 2 ديال المرات فقط. في مجموع المده اللي تحقق معاه فيها 9 ديال السوايع فقط. بالنسبه لصحابه والجده اللي حقوا معاهم تقريبا ساعه لكل واحد. الجده ديال جوليان السؤال الوحيد اللي كان عندها هو علاش قررت في 2006 دير الصور للجرده ديالها، وهذا معناه ان الكل كان عارف بوفاه اسماعيل. بينما الاصل في هذا النوع ديال التحقيقات وعلى حساب بشاعه الجريمه خاصهم على الاقل 48 ساعه ديال التحقيق، عاد زيد عليها الظروف اللي دازت فيها الحراسه النظريه اللي كانت قمه الاستفزاز، بحيث جوليان غيطلب يشوف الطبيب ديالو لانه حس براسو عيان شويه. طبيب من بعد ما شافو كتب ليه وصفه علاجيه فيها انه المريض ضروري خصو يشرب 6 ديال الكؤوس ديال البيره بدون كحول كل ربع ساعه. يعني وهو كيتسول على جريمه قتل ديال اسماعيل كان كيجاوب وفيدو بيره. في ابريل 2013 المحامي ديال مريم
غير رفع دعوة باش يتشدوا كاع المشتركين في الجريمة، ودار ليهم مواجهة بينهم وبين الشفار اللي علم بالجريمة في أول مرة، وقال بما أنه هاد الشاب عرف بالجثة يقدر يكون عارف كيفاش مات اسماعيل، ولكن الطلب ديالو ترفض. مريم والعائلة ديالها متأكدين أنه اسماعيل مات مقتول، تقتل وتدفن في الجردة، وكان عندهم أمل أنه القانون ينصفهم. في نوفمبر 2014 غتعطى البراءة الحفيد ديال جوندار وصحابه والجدة ديالته. المحزن واللي كيدور في الخاطر كيفاش عرام ديال الناس، محامين وقضاة ونواب في المحكمة وجندارم اللي قارين القانون، ما بانش ليهم مبالغة انه يتحكم ببراءة، واخا نقولوا لقاو مخرج للقتل العمد. وفعلا اسماعيل مات بأوفردوز، مع انه تقرير الطب الشرعي كان واضح بهذا الخصوص. وجريمة عدم تقديم مساعدة لشخص، علاش ما عيطوش على لومبيلونس؟ عاد جريمة إخفاء جثة، واخا ونقولوا جوليان كان صغير وما فهمش، والجد ديالو اللي هو ضابط حتى هو ما كانش عارف الإجراءات القانونية، والجدة ديالو اللي دورت السور في داك الصيف، واش حتى هاد الجرائم خداو فيهم براءة؟ للأسف واخا كاع المحاولات اللي دارت عائلة اسماعيل حتى طلب ما تقبل، وبقات الأمور كيف ما هي. في أبريل 2018 جوليان غادي ينتحر، من بعد مدة قصيرة غيموت الجد ديالو في 2020. واحد الصحفية اللي أصرت تبقى الهوية ديالها ما معروفاش تواصلت مع الشاب اللي علم الجندارم بالجريمة في أول مرة. هاد الشاب وافق أنه السيدة تسجل ليه الاعترافات ديالو، وقال أنه جوليان عرف أنه اسماعيل هز معاه 3000 أورو وبيلا كان ناوي يشري بها طوموبيل، فعرض عليه الحفلة ديال عيد ميلاده، ضربوه حتى مات هو وصحابه، وسرقوا جوليان. حيد لاسماعيل القميجة والسبرديلة اللي كان لابس لأنهم عجبوه، وحتى التليفون اللي باعوا. العبرة من قصتنا اليوم، إلى الأرض ما نصفتش اسماعيل فحقه عند عدالة السماء، وما زال لها الحساب.